تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية عقب تغلبه على بايرن ميونخ الألماني 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن ربع نهائي المسابقة. وسجل الدولي المغربي أشرف حكيمي حضوره المعتاد في التشكيلة الأساسية للفريق الباريسي، وشارك طيلة مجريات اللقاء. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي 0-0، وشهد إصابة مروعة لجمال موسيال بعد كسر في قصبة الساق والكاحل، ما اضطره لمغادرة أرضية ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع. وبعد الاستراحة نجح رفاق حكيمي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 78 بواسطة اللاعب ديزيري دوي، قبل أن يكمل الفريق الباريسي المباراة ب9 لاعبين عقب طرد ويليام باشو في الدقيقة 82 ولوكاس هيرنانديز في الدقيقة 9+2. ورغم النقص العددي، تمكن الفريق الفرنسي من إضافة الهدف الثاني في الوقت القاتل بعد تمريرة حاسمة من حكيمي استثمرها عثمان ديمبيلي بتسديدة في الشباك، ليضرب باريس سان جيرمان موعدا مع الفائز في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند التي تقام مساء اليوم السبت 9 غرينتش +1.